كلمة الشخصية القوية أو الكاريزما. هو ممكن حد يكون شخصيته قوية وعنده كاريزما، ولا دي حاجات بتكون في الشخص لما بيتولد؟ احيانا الناس بتتلخبط بين الاتنين، يعني ممكن تلاقي حد عنده كاريزما وجاذبية بس شخصيته مش قوية، والعكس. طب ايه الحاجات اللي ممكن تخلي حد شخصيته قوية وعنده كاريزما؟ وايه اللي ممكن يضعف الشخصية؟ طب والكاريزما حاجة ممكن نتعلمها ونكتسبها ولا بتكون في طبيعتنا؟ النهاردة حلقتنا هتناقش معاكم بالتفصيل ازاي تكون شخصيتك قوية، وازاي يكون عندك كاريزما. خليني في البداية أرحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية، وأرحب معاكم بلايف كوتش أحمد. ازيك يا كوتش؟ حلقتنا النهاردة موضوعها مهم جدا وبيهم ناس كتير. جاهز نبدأ؟ اهلا بيك يا كوتش، برحب بيك وبكل مستمعينا في بودكاست مراية. انا جاهز جدا للحلقة دي لان موضوع قوة الشخصية والكاريزما بيشغل ناس كتير. خليني أبدأ معاك بسؤال مهم. يعني إيه شخصية قوية؟ ممكن يكون الشخص قوي هو اللي صوته عالي يعني وبيفرض رأيه وكده، ولا إيه؟ لا طبعا، دي فكرة غلط جدا. الشخصية القوية مش معناها السيطرة أو التسلط، بالعكس الشخص القوي هو اللي عنده ثقة في نفسه وعارف هو عايز ايه، وبيكون عنده قدرة على اتخاذ قرارات واضحة بدون ما يكون متردد أو خايف من رأي الناس. وهنا ممكن نقول مش لازم خالص يكون الشخص عنيف أو حاد في كلامه أو طباعه علشان يكون شخصيته قوية. هو مش محتاج يثبت نفسه بالصوت العالي أو العصبية. قوته بتبان في هدوءه، في قدرته على التحكم في مشاعره، وإنه يقدر يواجه أي موقف من غير ما ينهار أو يتوتر. الشخصية القوية بيكون فيها 3 حاجات أساسية. أول حاجة ودي مهمة جدا في قوة الشخصية وهي الثقة بالنفس، إنه يبقى عارف قيمته كويس ومش محتاج حد يأكد له ده. تاني حاجة انه يكون عنده القدرة على المواجهة، وده معناه انه ما بيهربش من مشاكله وما بيترددش في اتخاذ قراراته. اما تالت حاجة وهي انه يقدر يتحكم في مشاعره وانفعالاته، ويكون بيعرف يعبر عن نفسه بهدوء وثبات انفعالي قوي. وهنا اقدر اقولك ان اي حد يقدر يبني شخصية قوية لو بدأ يشتغل على الحاجات دي. طب دلوقتي عرفنا يعني ايه شخصية قوية، اكيد مستمعينا حابين يعرفوا برضو ايه حكاية الكاريزما. هل معناها ان الشخص يكون اجتماعي وبيحب الكلام ولا ايه؟ لا، مش شرط خالص إنه يكون اجتماعي وبيحب الكلام. الكاريزما ببساطة هي الجاذبية اللي بتخلي اللي حواليك بيحبوا يسمعوك وبينجذبوا ليك وقت ما بيتعاملوا أو يتكلموا معاك. وده بيحصل حتى لو كنت شخص هادي أو قليل الكلام. يعني مش لازم تكون اجتماعي عشان يكون عندك كاريزما. بالظبط كده، في ناس عندهم حضور قوي جدا وتأثير واضح في المواقف رغم انهم مش بيتكلموا كتير. الكاريزما مش بتكون في طريقة الكلام لكن كمان في لغة الجسد والتواصل البصري والطريقة اللي بتتعامل بيها مع اللي حواليك. ممكن أضيف معاك إن نبرة الصوت وطريقة التعبير بتفرق جدا. يعني ممكن جملة تتقال بأسلوب تطلع بأسلوب مختلف وتكون مؤثرة جدا. في ناس حوالينا كتير بيكون نفسهم في ان يكون عندهم شخصية قوية وحاسين ان الموضوع صعب وممكن ما يقدروش عليه. لا طبعا هو مش صعب، انت تقدر تطور من نفسك ومن شخصيتك طالما عندك الإرادة والاقتناع بده. بس وانت شغال على نفسك في حاجات أساسية خلي بالك منها. أول حاجة انك تكون واثق من نفسك، مصدق نفسك ومقتنع بيها، لأن ببساطة لو انت مش مقتنع وواثق من نفسك مش هتعرف تقنع اللي قدامك بيك. اتعلم تقول لأ لما تكون مش مقتنع، لكن ما تفضلش تعمل الحاجة كمجاملة للي حواليك وخلاص، لأنه مع الوقت هيأثر عليك. حاول ما تقارنش نفسك بحد لان كل واحد ليه طباعه وطريقته وحياته اللي اكيد مختلفة عنك، فالمقارنة هترجعك ورا ومش هتضيف لك حاجة. وطبعا بالإضافة لكل اللي قلته يا كوتش، علشان تبني شخصية قوية ما ينفعش تكون متردد. حاول باستمرار تاخد قرار وتتحمل نتيجته. ده هيفرق معاك جدا، لأن التردد المستمر بيضعف الشخصية قوي مع الوقت، وبيخلي الناس تشوفك حد مهزوز ومش موثوق فيه. ممكن نعمل تدريب بسيط. لما تكون متردد في قرار صغير أو بسيط، حاول تاخد على طول أول قرار حاسس إنه مناسب واثبت عليه وتحمل نتيجته. ده هيخليك مع الوقت تتعود تاخد قرارات مهما كانت كبيرة. وكمان مش لازم تستنى موافقة او تأكيد من اللي حواليك علشان تتحرك او تاخد خطوة في حياتك. خلي قراراتك دايما مبنية على قناعتك الشخصية مش آراء الناس اللي حواليك.
ممكن أضيف معاك نقطة يا كوتش، وهي إن الشخص القوي مش معناه إنه يكون شخص بارد أو ردود أفعاله تاخد وقت، لكن ده بيعرف يتحكم في مشاعره وما يخليش حد يستفزه بسهولة. وده معناه إن عنده ثبات انفعالي قوي. وحاول إنك تتعلم الرد بطريقة ذكية بدل العصبية أو الانفعال. لما تواجه موقف صعب خليك هادي وفكر بعقل قبل ما ترد. وكمان علشان تكون شخص قوي، لو غلط اعترف بغلطك وواجه مشاكلك بدل ما تتهرب منها، وما تحاولش تلوم الظروف والناس اللي حواليك، ودور دايما على حلول بنفسك. وهنا نوضح إجابة سؤال كنا سألناه في أول الحلقة، وهي إن قوة الشخصية مش بتتولد مع الإنسان، لكن ممكن أي حد يقدر يطورها طالما عنده الإرادة لده، لأنها مش موهبة، دي مهارة بتتطور مع الوقت والتدريب. طب يا كوتش، دلوقتي ومن خلال التفاصيل اللي اتناقشنا فيها قدرنا نوصل لمستمعينا ازاي لو حد عايز يبني شخصية قوية ممكن يعمل ايه. طب ممكن كمان نوضح لو حد عايز يكون عنده كاريزما ويجذب الناس ليه ممكن يعمل ايه. حلو جدا السؤال ده. الكاريزما مش وصفة أو حاجة سحرية، هي ببساطة جدا مجموعة مهارات وتفاصيل صغيرة، لو اشتغلت عليها صح هتلاقي نفسك شخص جذاب ومؤثر جدا. هبدأ بأول حاجة وهي لغة الجسد. حافظ دايما على وضع جسدك يكون مستقيم، لأنك لما بتكون منحني أو بيصدر منك أي حركات عشوائية ده بيقلل من حضورك وتأثيرك. خلي بالك الابتسامة الخفيفة بتديك حضور مميز جدا وبتخلي الناس ترتاح ليك. وكمان نبرة صوتك تكون هادية لكن قوية، ما تتكلمش بملل، خلي تعبيرات صوتك مناسبة. وحاول تاخد لحظات صمت خلال الكلام علشان تقدر توصل المعنى للي قدامك وما يحسش انك متوتر. وده بيخلي الناس تركز معاك اكتر ويكون ليك حضور مميز. الشخص اللي عنده كاريزما بيعرف ازاي يتكلم ويستمع في نفس الوقت، مش بيقاطع اللي قدامه أو يفرض رأيه، بيعرف يخلي اللي قدامه يحس بأهميته، وده بيحصل سواء قال سؤال بشكل ذكي وعميق أو من خلال ردود أفعاله في المواقف. وكمان دمه خفيف، بيعرف يضحك ويهزر من غير أن يكون مصطنع أو مبالغ فيه. في ناس اول ما يدخلوا مكان بتحس ان ليهم حضور وتأثير قوي، وده بيجي من الثقة بالنفس ولغة الجسد اللي بيعرف يعبر بيها كويس جدا. وكمان الشخص ده مش لازم يكون أكتر واحد بيتكلم، لكن بيعرف يتكلم إمتى ويقول إيه. ومن كلامك يا كوتش ممكن نقول إن أي حد ممكن يكون عنده كاريزما لو بدأ يشتغل على التفاصيل اللي اتكلمنا فيها، لأنها مهارة كل ما اتمرنت عليها كل ما زادت قوتك وتأثيرك فيه. وطبعا كلنا عارفين إن في عوامل حوالينا ممكن تأثر علينا سواء بشكل إيجابي أو سلبي. في حاجات ممكن تساعدك إنك تطور شخصيتك وكاريزمتك، وفي حاجات ممكن تضعفهم. ومن العوامل دي التربية والبيئة المحيطة بيك. يعني مثلا لو حد اتعود من هو صغير انه يعتمد على نفسه فده غالبا بتكون شخصيته قوية. اما اللي اتربى في بيئة محبطة ومسيطرة عليه فده بيحتاج يشتغل على نفسه اكتر عشان يطور ثقته بنفسه. خليني أضيف معاكي إن التجارب الصعبة والتحديات اللي بيمر بيها الشخص ده بتأثر على قوته وشخصيته، لأن بعض الناس لو مروا بتجارب صعبة وقاسية بيكون عندهم قوة وثبات، وفي جزء تاني ممكن يفقدوا الثقة في نفسه. ممكن اضيف نقطة يا كوتش، ان لو حد حواليه ناس ايجابية بتدعمه هيحس بثقة وطاقة كبيرة. والعكس، لو حواليه ناس بتنتقده طول الوقت ده ممكن يأثر على شخصيته وثقته بنفسه. يا كوتش الشخص اللي بيطور نفسه دايما بيكون عنده ثقة، والكاريزما عنده بتكون عالية جدا. انك تقرا وتتعلم من التجارب وتدعم نفسك في مجالات مختلفة، ده هيخلي شخصيتك اقوى وتأثيرها اعلى. وحابب اقول برضو لو حد حس ان شخصيته ضعيفة او ما عندوش كاريزما، ما تستسلمش للعوامل اللي بتأثر عليك، حاول تتحكم فيها وتغيرها على قد ما تقدر. المهم ما تقفش مكانك وتكمل. طب دلوقتي بعد ما فهمنا كل حاجة عن قوة الشخصية والكاريزما، تفتكر يا كوتش لو حد عايز يبدأ يطور شخصيته ويكون عنده كاريزما ايه أول خطوة ممكن يبدأ بيها؟ اول خطوة هي الوعي بالنفس. لازم تسأل نفسك، انا عندي ثقة في نفسي ولا لا؟ بعرف اخد قرار بنفسي ولا دايما بستنى رأي حد؟ لما بتتكلم اللي حواليك بيهتموا بيك وبيسمعوك ولا لا؟ الوعي بالمشكلة هو اول خطوة لحلها.
وبعد ما بتعرف المشكلة وتحددها بتبدأ تطور نفسك في الحاجات اللي ناقصاك واحدة واحدة. بالظبط كده، مفيش حد بيتغير في يوم وليلة. قوة الشخصية والكاريزما هما مهارات بتتطور مع الوقت، وأي حد يقدر يشتغل على نفسه ويوصل لهدفه. يعني السر في التدريب، المحاولة، الاستمرارية، وأي حد يقدر يكون شخصيته قوية وجذابة بس يشتغل على نفسه بجد. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بي هابي على الفيسبوك وإنستجرام، وقناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة في التعليقات. بشكركم جدا على المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.